الرحيم. في البداية أتوجه بالشكر الجزيل إلى laquestion.ma على المواكبة الإعلامية للأسبوع الثقافي السابع الذي تنظمه الجماعة الحضرية لمكناس. كما تعلمون الأسبوع الثقافي الذي تنظمه الجماعة الحضرية لمكناس تحت شعار يهدف إلى تحقيق مجموعة من الغايات، من بينها أولا المساهمة في تنشيط الحركة الثقافية بمكناس، ثانيا رد الاعتبار لبعض رواد الحركة الثقافية، ثالثا إنعاش الحركة الاقتصادية على مستوى العاصمة. ويتضمن البرنامج مجموعة من المحاور تتوزع بين الندوات الفكرية وبين العروض الفنية. وطبعا تنظم بهذه المناسبة ندوتين، الندوة الأولى حول موضوع الثقافة المغربية، الهوية والخصوصية والعالمية، ثانيا الندوة الثانية حول الموروث التاريخي والسياحي للعاصمة الإسماعيلية. اليوم يعني الافتتاح أو قبل الافتتاح الرسمي سينطلق كرنفال سيجوب أنحاء المدينة بمشاركة مجموعة من الفرق الفولكلورية المحلية. وبهذه المناسبة سيتم تدشين معرض للفنون التشكيلية. المعرض الأول هو ببهو حمرية، والمعرض الثاني ببهو قصر باب منصور العلج. وسيعرف هذا المعرض مجموعة من الفنانين التشكيليين الذين لهم وزن ولهم سلطة على مستوى الفن التشكيلي بمدينة مكناس. مكناس كتمتاز وكتعتز وكتفتخر بالتراث اللي عندها العالمي اللي ما كاينش مدن اخرى، وهذا من الجانب الثقافي ومن الجانب الاعلامي. كذلك عده ندوات غادي تكون على المستوى ديال المدينه اللي غادي نخرطوا فيها جميع الاطر ومكونات المدينه، وكذلك سهرات فنيه. وهذا كله كنعتزوا به، وانا كنهني هذه الفرق اللي قامت هذه راسهم السيد المدير السي العثماني والسي عبد الله مشكور رئيس خدمه الثقافه والسي الاوتو والسي سعدان، وكذلك السي الطلبي، وكذلك بعض الموظفين ديالنا اللي على راسهم السي خالد العوني وبعض الموظفين. انا كنشكرهم بهذه المناسبه لانه هذا الاسبوع خصو يكون دائم كل سنه، وخصنا نعطيوه العنايه الكامله، لانه غير ما يوقع في المدن الاخرى. حنا بدينا بالتواضع، ولكن ماشيين وحنا كنزيدوا في الميزانيه ديالو باش نغطيو المدينه ككل. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية إجلال وتقدير لجميع المشاركين والمشاركات. بهذه المناسبة أنا تنهني مدينة مكناس على هذا الأسبوع الثقافي اللي تنتمنوا بأنه يكون في خدمة الساكنة لا لاستخدام أشياء أخرى. وبهذه المناسبة أنا تنهني خاصة إلى نجح راسي كراس هذه المجهودات الجبارة التي يقومها أعضاء وموظفين القسم الثقافي. وبهذه المناسبة هما جنود الخفاء، ولكني مع كامل احتراماتي بأن تنتمنوا بأن ذاك الغلاف المالي ما تيتماشاش مع المستوى ديال الحدث، وتنتمنوا بأن إشراك جميع الفرق اللي تتوفر عليهم، لحقاش عندنا كفاءات لا موسيقيه ولا ثقافيه، ولكن نحن في امس الحاجه الى ندوات من اجل تغذيه الفكر المكناسي. وكونوا متيقنين بان الى نجحنا هذه السنه تنتمنوا باننا نديروا التقييم، ولكن في السنه الجايه ان شاء الله غنديروا التقييم، ولكن نديروا الاخطاء ديال هذه السنه نحاولوا نتجنبوها السنه القادمه ان شاء الله. ولكن حنا تنركزوا بان الجانب الاعلامي تنتمناو بانه يقول كلمه حق في اي كبيره وصغيره من اجل انجاح المهرجانات الاتيه ان شاء الله، ومزيد من العطاء ومزيد من المجهودات، ونؤمن بالشراكه. اذا احنا كمجلس بلدي نطالب بفتح المحيط ديالنا لا لشيء من اجل جعل القسم الثقافي الجانب الثقافي يغذي الفكر ويغذي بزاف الحوايج تجنبا لما يسيء الى سمعه مدينه مكناس. ومدينه مكناس تعتبر وجهه ثقافيه بامتياز. في كل علم الجميع ان هذا الملتقى هو الملتقى السابع، والشعار نتاع هذه السنه هو مكناس ملتقى الثقافات. وعلى هو الرهان تاعنا والاستمراريه الملتقى على صعيد مدينه مكناس. النجاح الكبير اللي حققته النسخه السادسه، لهذا نراهن على النجاح الكبير للنسخه السابعه. وتتميز هذا المهرجان كذلك بضيافه بعض الوجوه الجديده. فكذا في المسرح مثلا ناديه بوطازوت التي تعرض مسرحيه دارت بنا الدوره مع سي عبد الله ديدان. وكذلك هناك
عرض الازياء التي يقام في المعهد الفرنسي يوم السبت ان شاء الله 27. هذا الجديد في هذا. وكذلك وسعنا دائره التكريمات، تكريم لبعض الفنانين والاعلاميين والثقافيين في هذه السنه.